مساء العسل والجمال يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. مين بقى فيكم اول يوم العيد هيعمل محشي؟ طبعا العيد اكيد في محشي اكيد، فاللي هيعمل محشي بقى اول يوم العيد يثبت وجوده هنا ويقول لي ايه، تسلم ايدك والله ينور. النهارده هنعمل مع بعض محشي انا عملته معاكم قبل كده كتير. عايزه اقولك ان انا ما بغيرش طريقتي، ما بغيرهاش ابدا. بيبقى مفلفل كده وجميل والخلطه بتبقى تحفه. وعايزه اقولك ان الخلطه بتاعتي دي انا بعمل بيها كل حاجه، يعني بحشي بيها ورق عنب، محشي مشكل، كرنب، ممبار. بجد بيبقى تحفه. بصي بنوتي الصغيره بتقول لكم حطوا لايك وما تنسوش اللايك لاحلى محشي. النهارده بقى هعمل المحشي الجميل معاكم مشكل ده. هنعمل محشي كرنب، وهنعمل فلفل وبتنجان وكوسه. بجد خطير، مش عايزه اقولك بقى الطعم ولا الريحه. خطير بجد، انا احسن واحده بعمل محشي بجد، والله بيبقى طعمه خطير. والله ما كنت هصور معاكم الفيديو، بس قلت ايه نتشجع مع بعض. انا بخرط كده كام بصلايه حلوه، طبعا المحشي بيحب البصل، فعندي كده حوالي 4 بصلات او 3 بصلات كبار بخرطهم بالسكينه. وبزودهم كده كام قرن فلفل سبايسي على فلفل رومي كده، وبقطعهم. بعد ما البصله بتدبل بنزل بالفلفل اديله تقليبه. وبعد كده بنزل بالصلصه بتاعتي مش متصفيه. المحشي ما بيتصفاش الصلصه بتاعته. حطيت طبعا سكر عشان الصلصه، وحطيت قرفه، ايوه قرفه، للناس اللي ما بتحبهاش جربيها في المحشي. بجد بتبقى خطيره 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 يا جماعه. وطبعا البهارات بتاعتنا، وعندي هنا بهارات محشي كنت جايباها من عند العطار حلوه قوي. حطيت فلفل اسود، وحطيت كمون، وحطيت مرقه خضار طبعا الفوريه الخطيره اللي ريحتها بتبقى قلبة الدنيا عندي في المطبخ. بجد بتبقى خطيره. طبعا البهارات دي لعبتك في المحشي، بس انا القواعد اللي ثابته عليها. وهنا حطيت كمان هريسه شطه كده من اللي مخزناها في الفريزر. وكمان حطيت سنه شطه كده عشان تبقى سبايسي كده وطعمها يبقى حلو وتفتح النفس. غطيتها بقى واتسبكت معايا. انا ما بحمرش البصلايه بتاعت التسبيكه المحشي عشان تبقى خفيفه كده وطعمها حلو وتبقى مسكره. بعد ما اتسبكت الطماطم بتاعتي نزلت كده بالايه، بال بالرز. نزلت الاول بالخضره المشكله الخطيره بتاعتنا. شبت على بقدونس على كزبره، خرطتهم كده وغسلتهم الاول وخرطتهم ونزلت بيهم اديتهم تقليبه. وبعد كده ايه، كميه الرز بتاعتي نزلت بيها. انا هنا موطيه النار خالص خالص خالص، شمعه كده. بقلب كده عشان لو في اي ميه او اي حاجه من الرز بعد ما غسلته ينشف كده، فبقلبه كده تقلبتين على نار واطيه خالص، وبعد كده بطفيه. وحطيت له في الاخر بعد ما طفيته معلقتين زيت بيخلي الرز كده مفلفل وجميل. هنا عندي الكرنب بتاعي، انا ببقى سلقاه وبحطه في الفريزر، بطلعه كده في مصفى ينزل اي ميه. بصي بيبقى شرايح طويله. وهعمل فراخ كمان بتتبيله حلوه جدا جدا جدا، اكنك بتاكلي فراخ مشويه. بس هسلقها عادي وهحمرها في الفيجيتار، بس بعمل لها بقى بضرب لها طماطمايه وفلفل وبصل في الخلاط، في الكبه يعني، بنقعهم في الفراخ فبتبقى حلوه. انا كنت هنا نقعاها في محلول، في المحلول بتاعها وكده. عندي هنا بقى الكوسه الخطيره. وعندي فلفل كده، بحب الفلفل الاحمر ده بعشقه في المحشي. عندي بتنجان بتنجان ابيض على اسود. طبعا الاسعار يعني تقريبا البتنجان كان ب20 جنيه، والفلفل نفس النظام، والكوسه برضو تقريبا نفس الكلام. عندي هنا بقى الفراخ بتاعتي صفيتها وغسلتها حلو حلو جدا من محلول النقع، اللي هو بيبقى عبارة عن ايه، ليمون وسكر وملح، واي بهارات انت عايزه تحطيها، فلفل اسود حصى، حبهان، ورق لورا، براحتك. بس الاساسي بيبقى ملح وسكر وليمون. هنا بعد ما افتحها كده الفراخ زي ما انتوا شايفينها، وهدهنها بقى بالخلطه الجباره اللي بتديكي احلى طعم واحلى شوربه للفراخ. طماطم وبصل وفلفل بضربهم كويس، وليمون بضربهم كويس في الكبه، وبدهن بيهم الفراخ بتاعتي، هتاخدي احلى طعم فراخ واحلى شوربه. هنا كنت قورت بقى البتنجان والكوسه، ما صورتش معاكم الخطوه دي، طبعا كلنا بنعرف نقورهم. قورتهم وغسلتهم حلو. بعد ما قورتهم وحشيتهم كده زي ما انتوا شايفين، وبسيب كده ايه، قيمه نص صباع فاضي عشان الرز بيزيد. تمام. الخلطه جباره جباره والله يا جماعه. انا الكوسه بحب قوي 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 اعملها كده بالايه، بال
بالمقوار بحب اكحتها كده، بتديني الخطوط الطوليه اللي انتوا شايفينها دي، فبتبقى حلوه قوي قوي وبتدي شكل حلو كمان. اهو بحشي بقى هنا. بجد جربوا ان انتوا تحطوا قرفة في خلطة المحشي، بتبقى جبارة، بتدي طعم وريحة خطيرة، والله طعمها ما بيضايق خالص خالص في الاكل، بتبقى جبارة. جربوها بامانة على ضمانتي بجد. عيش، انا ما بستغناش عنها في اللحمة المعصجة وفي خلطة المحشي، بجد بتبقى خطيرة. وبحط مرقة الخضار الفورية دي، بجد بتبقى ريحتها قلب الدنيا. دي سايبه بجيبها كده من عند العطار، بتبقى خطيره خطيره خطيره. بطلت اجيب مرقه مكعبات خالص، بجيب هنا ايه اللي هي الفوريه. عايزه اقول لكم ان انا مش متعوده ان انا البس جوانتي على فكره، انا بعمل اكل في بيتي وليا ولولادي ما بلبس جوانتي، بس انا للاسف السكينه فتحت صباعي، فاضطريت ان انا البس جوانتي في الايد دي عشان ايه، كان صباعي متعور وكده. تمام. هنا برضو عملت حشيت الفلفل معاكم. هخلص برضو كل الكمية بتاعتي. احلى محشي تكليب، احلى خلطة بجد، جبارة يا جماعة والله. عايزة اقولك ان انا خلطة المحشي دي بحشي بيها كل حاجة كل حاجة والله، بتبقى طعمها خطير. بحشي بيها ممبار، إيه، ورق عنب، فلفل، بتنجان، محشي يعني محشي مشكل كده، الكرنب برضو بتبقى خطيرة. بصي برضو الكوسة في نفس الوقت برضو نفس النظام، قصدي مش بملاها قوي. والبتنجان، البتنجان كان ب20 جنيه، الكوسة تقريبا برضو ب15 ب20 تقريبا، كانت ب20 برضو. والفلفل برضو نفس النظام. هنا خلصت المحشي المشكل اللي هو الفلفل والبتنجان والكوسة كله في حلة واحدة. الناس اللي بتسأل دايما المحشي ينفع يتحط في حلة واحدة؟ يا جماعة بيتحط في حلة واحدة عادي جدا جدا جدا، وبيبقى كله واخد من طعمه، كله بيبقى طعمه خطير خطير والله، بيبقى حلو قوي قوي، ما تقلقوش، وكله هيستوي وكله بياخد ايه سواه. هنا الكرنب بتاعي زي ما بقول لكم، انا ما بقطعوش كده مكعبات صغيره زي ما كنا بنعمل زمان وبنضيع وقت بقى وكده، لا، انا بقطعه وبعمله شرايح كده بالطول، وباخد على قد الصباع، على قد لفه الصباع واقطع، على قد لفه الصباع واقطع زي ما انتوا شايفين اهو. بيبقى سهل جدا 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 عليا وما بياخدش وقت، ولا بقى ان انا اقعد واقطع مكعبات كده زي اللي هي وارصهم فوق بعض، لا، انا بقطعه كده شرايح بالطول وايه، وبحشي كده زي ما انتوا شايفين، بقطع على قد الصباع. هنا المحشي بتاعي زقيته طبعا، تزقيه شوربه بقى، او ساعات انا بحط ميه وبغلي ميه ومرقه خضار. وهنا الفراخ برضو بتاعتي عملتها بالفيجيتار كده زي ما انتوا شايفين، وحمرتها. بغلي ميه يا جماعه، وبحط فيها مرقه، وبحط فيها مرقه خضار، وبحط فيها حبهان وورق لورا والبهارات، وبزق بيها المحشي. بيبقى تحفه والله، بيبقى جميل وخفيف وطعمه تحفه. عندك شوربه ممكن تزودي، فدي ترجع لك. هنا بقى كنت خلصت، بجد حلو جدا. بس دي ايد بنوتي الصغيره بتقول لكم حط لايك، بجد المحشي كان تحفه، واقفه جنبي بجد عماله تقول لي انا يا ماما انا يا ماما، فبجد كان حلو قوي، ريحه وطعم خطير. بص الرز من جوه، كل رزايه كده سايبه اختها، مفلفل وجميل. ما تنسوش اللايك. سلام.